اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين أمين. يا صباح الرضا والجمال والهنا والسعادة عليكم يا حبايبي، عاملات إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. إيه رأيكم في الفطير الجميل ده والحلويات الحلوة دي؟ صلوا على الحبيب خلي قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. غدوة سريعة أو عشوة سريعة، بسم الله ما شاء الله. فطيرة هاشة ومورقة وبسم الله ما شاء الله زي العسل. هي مش فطير مشلتت يا جماعة عشان محدش يفتكر انها فطير، لا هي يعتبر زي خلية النحل، لا تعرف فيها خلية نحل ولا تعرف فيها فطيرة. هي مخبوزات حلوة وبسم الله ما شاء الله طرية زي الملبن، ومكوناتها كلها موجودة عندنا في البيت. يلا تعالوا كده معايا ونشوف هنحطوا ايه. هنا حطيت معلقة سكر وحطيت معلقة خميرة فورية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت كوباية مية من الحنفية. خلاص هندوب الخميرة مع معلقة السكر مع الميه كده لغايه ما يبقاش فيها ليها اي اثر. يلا صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحق لا اله الا الله ارزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه، واكرم اختي وحبيبتي بالذريه الصالحه يا رب، واكرم ام البنات بالتوأم الحسن والحسين، امين امين يا رب العالمين. ويرحم موتانا وموتاكم موتى المسلمين ويشفع عن كل مريض يا رب. يلا صلوا على الحبيب وتعالى نقدر نشوف السعوديه هتعمل ايه النهارده باذن الله. باذن الله احلى عشاء خفيف وفي نفس الوقت طعمه جميل جدا. هنفضي كوباية زبادي كمان زي ما انتوا شايفين كده. المعجنات دي حبايبي جميلة جدا وهشة زي ما شفتوها في اول الفيديو، ومش هتاخد معاكي وقت، وبسم الله ما شاء الله بتدي كمية حلوة خالص. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت كوباية المية وحطيت معلقة سكر وحطيت معلقة خميرة فورية وحطيت كوباية الزبادي زي ما انتوا شايفين معايا كده. صلوا على الحبيب يا حبايبي، صلنا على الحبيب. هنا مفروض نحط صفار البيضة ونحط البياض ونخلي الصفار عشان ندهن بيه الوش، بس هنا مليكة عملت حركة كده خلتني انا اتلهيت، رحت خدت البيضة كاملة. مش هتعمل اي حاجة وهنبقى ناخد صفار للوش. خلاص اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس لو انت حبيبتي اخدي البياض وخلي الصفار على جنب. صلينا على الحبيب. هنحطه 6 معالق زيت زي ما انتوا شايفين معايا كده. اوعوا تنسوا المقادير، خليك معايا وهنقولها لكم كذا مرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب خلي قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احلى من البيتزا يا جماعة والله، واوفر، وبسم الله ما شاء الله يعني بتقبل اي حشو. اي حشو بتحطيه فيها بيبقى بسم الله ما شاء الله زي العسل. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. عايزة كمان هنحط معلقة زعتر، لو ما عندكيش خلاص، بس بصراحة بيدي العجينة طعم جميل جدا، او الفطائر دي بيديها طعم جميل جدا. خلاص يبقى انا حطيت كوباية مية، حطيت علبة زبادي، حطيت معلقة سكر، حطيت معلقة خميرة فورية، حطيت بياض بيضة. انا حطيت البيضة كلها نسوة، معلش انتوا حطوا بياض بيضة بس. هنا هننزل ب5 كوبايات الا ربع دقيق. لو على الميزان 600 جرام، لو بمج الشاي ده 5 كوبايات الا ربع. صلينا على الحبيب. يلا صلنا على الحبيب خلي قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحطيت كمان معلقة خل. معلقة الخل ضرورية يا حبايبي. معلقة الخل بتبقى زي المحسن في العجين، بتدي لها هشاشة، بتدي لها طعم جميل جدا. خلاص يبقى هنقول المقادير من الاول خالص. 5 كوبايات الا ربع دقيق. هنشوف المية هتخدم معايا قد ايه وهنقولكم بعد ما نخلص عجن. يبقى 5 كوبايات الا ربع دقيق او 600 جرام. علبة زبادي، 6 معالق زيت، بياض بيضة ونشيلوا الصفار علشان هندهنوه بالوش، معلقة سكر، معلقة ملح صغيرة من بتاعة الشاي او نص معلقة. خلاص معلقة كبيرة خميرة فورية. لو عندك لبن بودرة حطي معلقتين، انا ما كانش عندي ما حطيتش. انت لو عندك لبن بودرة حطي معلقتين بتدي له طعم جميل جدا، بس والله انا ما كانش عندي وبرضه مشت وبقيت زي الفل. خلاص صلينا على الحبيب. معلقة زعتر، معلقة خل، ده كله بنحطوه بعد كده نروح نازلين بالدقيق. اخر حاجة الدقيق. خلاص يا حبايبي صلينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خدت معاكي مية قد ايه يا ام فارس؟ خدت معايا 1.5 كوباية، ممكن تاخدوا ربع، ممكن تاخدوا معلقتين، حسب نوع الدقيق. حسب نوع الدقيق يا حبايبي. عجينتها بتبقى طرية وحلوة وفيها تلزيقة خفيفة جدا جدا.
صلينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين معايا كده هنسيبها 5 دقايق ونرجع لها تاني. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله. هنحط لها ايه بعد كده؟ لو عندك زبده في المرحله دي حطي معلقه زبده. انا ما كانش عندي زبده، حطيت معلقه سمنه. يعني زبده ماشي، سمنه ماشي، بس خلاص مش هنحطه زيت عشان كنا حاطين في المرحله الاولى. الزيت بيعمل الزبده او السمنه بتديها طراوه وبتطعم العجينه يا حبايبي، بتخلي طعمها جميل جدا. يبقى لو ما عندكيش زبده حطي معلقه زيت، عندك زبده وموسع عليك ربنا يجعل الخير كله في بيوتكم، حطي معلقه الزبده. هتحس العجينه اتقطعت معاكي. ما تحطيش دقيق ولا اي حاجه، اعجني فيها وهي هتتلم معاكي وهتبقى بسم الله ما شاء الله زي العسل. صلينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلينا على الحبيب يا حبايبي. بنعجن العجينه كده وناخد وندي فيها زي ما انتوا شايفين. العجينه معايا بقيت زي ما انتوا شايفين كده زي الملبن. هندهن وشها معلقه زيت وهنغطيها ونسيبها تخمر. الحشوه اللي انا عملتها بقى ايه؟ هنعمل حشوه. الحشوه اللي انا عملتها يا حبايبي، انا عملت بصله حمرتها على النار، وبعد ما خدت معايا لون خفيف كده رحت حاطه عليها، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، حطيت عليها شويه فلفل، اي فلفل الوان عندك، فلفل عادي براحتك. وبعد كده بقيت نزودها بق ميه لغايه ما ادتني اللون البني الجميل، وحشيت بيها زي الفل. انت عندك لحمه مفرومه يوسع عليك ربنا جميله، عندك اللهم صل وسلم على رسول الله جبن تبقى روعه، عندك بطاطس مهروسه وبقدونس وشبت وخضار زي كده في بعضها جميله جدا. اي حشوه انت عايزه تحشيها احشيها وخلاص. انا هنا قسمت الكره على قسمت العجينه على كرتين، وجبت الصاج ده 30 في 40 هنفردها فيه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حبايبي انا كنت مصوره البصل اللي انا حشيت بيه، بس مش عارفه بصراحه هو ما جاش ليه معايا في التصوير. برضه نفس الطريقه هنعملها معاكم في فطاير تاني، وهنوريكم البصل باذن الله انا عملتها ازاي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. العجينه طريه جدا وجميله وزي الفل. بنبل ايدك ده بله خفيفه من السمنه، وبنفرد العجينه زي ما انتوا شايفين معايا بالطريقه كده، شايفين مليكه، لغايه ما تملى معايا الصاج. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا قسمت العجينه على نصين وهنفردها كده زي ما انتوا شايفين معايا. لو انت ما تفردتش معاكي سيبيها دقيقه وارجعي لها تاني، هتبص تلاقيها اتفردت معاكي بسم الله ما شاء الله زي العسل. الحمد لله العجينه طريه زي الملبن وبتتفرد بسم الله ما شاء الله. بصوا عبت الصاج ازاي يا حبايبي. اهم حاجه تبقى كلها ميه واحده، كلها سوى واحد، ما تخليش جنب غليظ وجنب رفيع، لا حاولي بعينك توسطنيها كده وتظبط المقاس كله يبقى ميه واحده يا حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك ومشاهده الاعلانات. اختكم في الله محتاجه دعمكم ووقفتكم جنبي، ربنا يجعل في ميزان حسناتكم امين يا رب العالمين. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا والقناه تكبر بيكم باذن الله حبايبي واخواتي اللي كرمني بيهم ربنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين يا حبايبي الصينيه اتملت ازاي؟ صلينا على الحبيب. يلا صلي على الحبيب خلي قلبك يطيب. شايفين الحشوه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندك فراخ حطي، عندك لحمه مفرومه حطي، عندك جبن حطي عليها فلفل، وحطي عليها اللهم صل على رسول الله شويه خضار، وحطي عليها شويه موزاريلا، وحطي اي انواع جبن انت عايزاها، وقلبيها في بعض وفرديها بالطريقه دي كده على العجينه كلها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله حشوه الفلفل والبصل دي كانت جميله جدا، بس اهم حاجه خليها تاخد اللون البني ده. بايه مفارس خدت اللون البني ده؟ بان انا بعد ما حمرتها كده ودبلت معايا جوه وخدت لون اصفر، بقيت نزودها بق ميه صغير كده لغايه ما تتشرب ونديها تاني كانك بتعملي كباب الحله بالظبط. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنفرد الحشوه كده في جميع جناب الفطيره زي ما انتم شايفين كده، عشان لما نجي نقطعها تبقى كل لقمه لاحقه من الحشو بتاعي. طبعا دي اللي هتلعب دي مليكه اكيد يعني.
صلينا على الحبيب. يلا حطوا لنا لايك وشجعونا كده واشتركوا في القناه، فضلا وليس امرا. ربنا يجعل في ميزان حسناتكم ويخليك لي يا حبايبي، ربنا يبارك فيك يا رب. هنجيب الكرة التانية وهنفردها، هنحاول نفردها برضه مستطيلة نفس الصاج، نفس طول الصاج على قد ما نقدر، وبعد كده هنكمل فردها على الصاج يا حبايبي. صلينا على الحبيب. طبعا الصورة هتوضح لكم أكتر من الشرح. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جبت الصاج كده وهنحط عليه الفطيرة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين العجينة بتتمط معايا زي البانة، العجينة جميلة ومعجونة حلو ومخدومة حلو. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا. بالهنا والشفا لينا وليكم يا رب، ويهنيكم بعيالكم وحبايبكم، وربنا يجعل داركم عمار امين يا رب العالمين. يلا بس شجعوني بالله عليكم، خلي القناة تكبر وخليني نتشجع ونعملكم وصفات احلى واحلى ان شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لازم نفرد الوش اللي فوق قد الوش اللي تحت بالظبط، ونقفله زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالراحه انتوا بتفردي عشان الحشوه اللي تحت، بس بتحاولي تعشقيهم في بعض كده باللف عليهم، يعني بالراحه بتبتدي تفردي على العجينه وتطبط بالراحه كده علشان كله ياخد نفس الشكل. شايفين يا حبايبي؟ بالله عليكم الصعيدية ما تستاهل لايك. الله يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تخافش من العجين واعملي براحتك وقطعي مرة وخربي مرة، وبعد كده هتبقي أستاذة إن شاء الله. بس أهم حاجة ما تخافش من العجين وادخل عليه كده بقلب قوي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين يا حبايبي كده؟ بنفردها كده زي ما انتم شايفين وبنعشقها في بعضها علشان الطبقتين يمسكن في بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كده حبايبي الشرح طبعا الصورة أحسن من الشرح 1000 مليون مرة. صلينا على الحبيب. يلا صلي على الحبيب خلي قلبك يطيب. بعد كده هنقطعها حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. الحجم ده بتاعك انت، عايزة تكبري عايزة تصغري براحتك. أنا هنقطعها كده زي ما انتوا شايفين. لو بسكينة ماشي، بس أنا دي ساعدتني أحسن من السكينة. شايفين يا غاليين؟ العجين ملبن والله العظيم، العجينة ملبن. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين حبايبي؟ اللهم صل على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ممكن يا ام فارس نستغنوا عن الزبادي، استغنى عن الزبادي، حطي مكانها لبن وحطي لها معلقة خل خلاص. بس بصراحة الزبادي ادتها هشاشة وطراوة جميلة جدا. بعد كده هنقسمها مربعات زي ما انتم شايفين. برضه بنقول لكم الحجم ده بتاعكم انتم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما بتقطعيها التقطيعه دي، لو عندك حبه البركه وعايزه ترشي عليها رشي، عندك سمسم رشي، الحاجه اللي عيالك يحبوها. بس انا للامانه ما كانش عندي حبايبي. شايفين؟ انا ما عنديش ولا سمسم ولا اي حاجه من الحاجات دي، فانا بنشتغل باللي موجود عندي في البيت وبنديكم افكار، وانتوا ربنا يوسع عليكم عندكم احسن واكتر. اعملوا اللي انتوا عايزينه. ممكن تحطي برضه فيها ساعات في الحشو في النص جبنه موزاريلا، لما تجي تقطع الحته كده معاكي تتمط طبقه جميله جدا. هنا خدت صفار البيضه اللي احنا قلنا ايه هنسيبوه في العجين، هناخده البياض وهنسيبه الصفار. ادي الصفار اللي احنا سبناه دهنت، حطيت عليه معلقه خل وقلبت اقلبها حلوه عشان الخل مش هيحسسك باي زفاره للبيض. وابتدت زي ما انتم شايفين كده ندهن الوش كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. بصوا لو حته حشوه من بره باينه ما تخافيش، هي لما تدخل الفرن كلها هتتسد مع بعضها. بس عايزه نقول لكم بعد ما بتدهنيها كده بتسيبيها 10 دقايق تاني خلاص. بعد الدهان تدخل على فرن سخنه لمدة 3-4 دقايق، وبعد كده بتخلي النار وسط علشان تاخدي معاك اللون. لو ما عندكيش الفرن شغالة تحت وفوق، بعد ما تسويها تحت وتتأكد ان جنبها حمرت اطفي عليها واديها يعني اقل من 2-3 من فوق لغاية ما تاخدي اللون اللي انت شفتيه في اول الفيديو. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنا نسيت حاجة ما قلتهاش ليكم اكتبوا لي في التعليقات وأنا هرد عليكم بإذن الله. وشجعوني كده وادعوا لي إن ربنا يفرج عليا ويوسع عليا، عشان كمان نعملكم الكايزر والعيش الفينو. هنعملكم العيش الفينو بكذا طريقة وبكذا طريقة تشكيل بإذن الله.
ان شاء الله، بس نلقى منكم تشجيع وتوقفوا جنبي كده عشان القناة تطلع بإذن الله. عايزاكم تروحوا القناة التانية باب رزق الأم البنات، القناة التانية يا حبايبي اسميها باب رزق الأم البنات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ هندخلها معاكم الفرن وهتشوفوها بإذن الله، وهتشوفوها لما نقطعوها كمان. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا حبايبي؟ صلوا على الحبيب وقولوا لي ايه رأيكم بما يرضي الله في مخبوزات الصعيدية، في الوصفات اللي هننزلها لكم، لو كانت بتعجبكم ولا لا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب. شايفين يا حبايبي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ يلا صلوا على الحبيب خلي قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المتة قطعوا طماطمية كده وزودوها شوية مية، عملوها زي السلطة يعني عشان ياكلوا بيها بإذن الله. شايفين؟ معلش ما كانش فيه طماطم ولا كانش فيه خضار، فهم عملوا السلطة بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا حبايبي الهشاشة بتاعتها، بصوا الارتفاع بتاعها والجمال بتاعها، والله كانت تحفة. رشينا عليها رشة كاتشب كده، وبالهنا والشفا لينا وليكم يا رب. مطرح ما تسري تمري، وربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا ويدومكم في حياتي نعمة. اخواتي وحبايبي اللي واقفين في ظهري ومساندين ومفارس، ربنا يبارك فيكم يا رب. ده يا جماعة الحتة اللي هنطلعها الفارس يتعشى بيها، واحنا هناكله في الصينية. هو كان قاعد جنبينا، ربنا يبارك فيكم يا رب. مرضيش